في كتير لحظات كنت أبكي بالاستديو لأنه ما عم يزبط شي معين. لماذا قرر الشامي الآن إصدار أول ألبوم في مسيرته؟ هذا الألبوم هو الانتصار. اشتقت لنا؟ بس اشتقت لكم، هيتي بالعربي اللي مرافقيني دايما. طبعا دايما هيك كل شيء حصري مع الشامي، نحن موجودين تنكشف الأسرار والأعمال والخبايا. هيك صار لي فترة شهور في تكتم لأنه كانت الرؤية مش واضحة 100%، هلا وضحت وليكنا عم نحضر. فزي ما كان إيتي بالعربي مع الشامي من أول فيديو كليب يا ليل ويا العين، يا ليل ويا العين بعدك عمر ما هوينا. كنا معاه في جلسة تصوير لأول ألبوم اللي بيحمل عنوان الشامي نمبر 1 هوية. وعلى قد ما هو متحمس لأول ألبوم ليه، شفنا كلمة نمبر 1 في الاستوديو مكتوبة بخط كبير. المقصد بالواحد هو انه الالبوم الاول. شو انت نمبر 1 يعني؟ يمكن الجمهور بيحدد انا نمبر 1 وعلى شو، لانه كل شيء نسبي بالحياه بالنسبه لاشخاص واشخاص. انا يلي علي اني اقدم افضل ما عندي مثل دائما واتطور، وهذا الشيء اللي عم نعمله ان شاء الله بهذا الالبوم. هل رح تشتعل الحرب بينك وبين محمد رمضان؟ لانه دائما بس نجيب سيره نمبر 1 بصير في هيك حرب. بنلعب بغير ملعب، انا بقدم غير شيء كليا، لا ابدا. واذا هو نمبر 1 بمجاله اكيد لازم يفتخر بهذا الشيء. والألبوم هيضم من 8 ل 10 أغاني، وعشان يوصل الشامي لقرار إنتاج ألبوم أخد وقت في التفكير. أنا مريت بمرحلة شوي كانت حساسة ومعقدة، وكان في هيك أصوات عم تتخافت، نمط الشامي، أغاني الشامي، عم بيتغير الشامي إلى آخره. بهذا الألبوم أكتر مركز على فكرة إنه ما في شيء اسمه نمط الشامي قد ما هو الشامي بيطرح نفسه. لما طلع يا ليل ويا العين وين ودوالي ودكتور وملكة جمال الكون اللي هو شيء مصري أكتر، هو بيمثل نفسه. وأنا شخص مليء بالتناقضات صراحة والاختلاف، فهذا الشيء اللي مركز عليه بالألبوم هو الاختلاف والتناقض الصحي. انت اللي مرقت بفتره هيك شوي هيك تلخبط وجسدت هذا تلخبط بالاغاني، فاليوم شو النيو بلان هيك للشامي؟ شو التطلعات الجديده؟ بتعرفي حكون صريح، انطلاقتي كانت كتير كبيرة، مثل اللي واحد حمل صخرة وزنها طن وهو انبسط انه رفعها، بعد 3 دقائق بده يزتها، بس هو ممنوع يزتها، هو بده يضاين فيها. هي فكرة النجاح الكبير لما يكون شخص مو مستعد او بده يستعد لهذا النجاح. ففكرة المليار استماع كل سنة كنت عم بعملها اول سنتين، هو نجاح كتير كبير عربي، بس هو مسؤولية كتير كبيرة. أنا من الناس اللي علي رهان بفشلي أو بنجاحي. انتقلت لي طاقة الرهان على فشلي بمرحلة من السنة الماضية، وكتير خلصت من السنة بأنه لا، أنا ما فشلت، أنا نجحت، عملت مليار استماع وتصدرت العالم العربي مرة تانية، وعندي أغاني تخطت 100 مليون. هذا الانتصار في كتير لحظات كنت أبكي بالاستديو لأنه ما عم يزبط شيء معين. لما بتخلص السنة وبتعدي مع نفسك، هذا الألبوم هو الانتصار وتجارب الفشل والنجاح مع بعض. ورغم ان كتير من النجوم النهارده بيطرحوا ألبومات وبعضها ما بتحققش النجاح المتوقع، لكن الشامي بيراهن على التجربة دي. الفنان بمر بعدة مراحل، مرحلة الظهور، مرحلة الترسيخ والاستقرار، وبعدها مرحلة يصنف الفن تبعه إلى آخره. فأنا هاي بمرحلة الاستقرار الفني، بمرحلة عم تترسخ وتنرسم هويتي الفنية لسه. إذا بضل عم بصدر أعمال منفردة ما الناس حيلقطوا فكرة شو هي هوية الشامي. فالألبوم المتسلسل بعدة أغاني 7 8 10 ورا بعض حتترجم الهوية بطريقة أوضح، اللي هو شو هالنمط الجديد اللي إجانا فيه، كيف نجح، كيف الكل صار يقلده، كيف صار هذا الحكي. اوكي، حيترجم كل هذا بشو هو نمط الشامي بهذا الألبوم. كيف طريقة الإصدار؟ يعني أغنية بعد أغنية أو كل الألبوم مع بعض؟ في دراسة لهذا الموضوع؟ في دراسة للأغنية وللكليب وللشغل كلياته، بس ما في دراسة للطرح. راح نكون شوي عشوائيين، أحيانا حينزل 2 مع بعض، أحيانا 1 ونغيب شهر شهرين، أحيانا 3 مع بعض ليخلص الألبوم.